السلام عليكم يا جماعة، وهاي جهزنا أغراضنا وجهزنا العيل الكريمي وطالعين أورلاو. وهذا موسى وهاي محوشي وهاي ام ياسين وهاي شام جنتاي وراها طول جنتاي، وهاي إسراء كمان هون. وإن شاء الله أورلاو بيكون كويس معانا وننبسط فيه نرتاح فيه. راح نصوركم ذاتا كل شيء. هاي شوفوا الأجواء يا جماعة، ما شاء الله. ما شفت هالمناظر قليل بألمانيا، بس شوفوا هون عن جد مكان يجنن. ما شاء الله الصراحة، رغم مطر يعني. شوفوا بس الجو كتير حلو. شوفوا هون في مزرعة. عن جد ضياع ألمانيا، ما توقعت بهالجمال هاد. ما شاء الله ما شاء الله، تحسوا حالكم بسوريا. Упадешь, подбор это, как скажи, пачкаешься. شو عملوا؟ ما عملوا شيء. هو بيستاهلوا. شام، هذا أبو ياسين عم يدخن سيجارة. هذا بيت مثل الكوخ للعالم مشان المطر هيك الشمس. هاي الولاد هون عم يلعبوا. هاي نور. هذا ياسين، لا عفوا موسى. كثير المنطقة حلوة، الأشكال اللي عاملين عن جد بتجنن. شوفوا ما يخبرني جمال وانا يا ماما. تصوير من عندهم. شوفوا هون عاملين شكل مطبخ برا بس كثير حلو. يا ماما كمان مشان الولاد تلعبوا هيك يعني. ياسين هناك. هذا الهايم هون نحن قاعدين. مو هايم، هذا فندق تقريبا يعني، بس نحن تعودنا على الهايمات. بس بالعكس كتير حلو وبجنن يعني. نحن اصلا لازم من زمان عاملين هاي الخطوة كتير. الواحد بينبسط، نفسيته شوي بترتاح، هوا بتحسوه هيك نظيف. الولاد يعني بتشم الهوا فهيك. هلا هون كمان رح نعملكم هيك جولة تشوفوا المناظر والمكان. جد مناظر بتجنن يعني وين ما بتروحوا بتلاقوا اماكن للقعدة. شوفوا هون والمنظر حواليها كتير حلو. هلا هون المطبخ بيعملوا لنا هون الاكل والعدة. هون في حديقة كمان ألعاب للأولاد وقعدات كتير حلو كتير الصراحة. هل هذا المكان رح نسميه فندق يعني، له أكتر من دخلة لجوا، له أكتر من باب. رح نفرجيكم. هذا أول باب دخلنا منه. هلا هيك أول ما بندخل هون شوفوا هاد في كتير شغلات عن جد بتحسوها من التراث. التراث فعلا، التراث كله. هاي إيزل، هذا الضفدع الصغير. هون في شغلات كتير حلوة هون. شوفوا هاي، aber dann da musst du ziemlich früh hin, weil شوفوا du dann العلاقات. geschoben wirst. Ja, und das Problem ist, dass du der هون هون كمان مكان للقاعدين. هون كمان مكان ليلعبوا الأولاد يعني جوا. شوفوا هالصوبة، شوفوا هاي الصوبة التراثية. هاي قديمة يعني من الأربعينات. وهاي مين بيتذكر الماكينة؟ مين كان في عنده ماكينة خياطة؟ شوفوا والله بتجنن.
هاي المكان لقعدة الأولاد مشان يلعبوا. وهون هذا المطبخ، هون مكان الأكل عفوا، يعني السفرة، سفرة الأكل هون بنقعد. وهون بحطوا الأكل والحركات والشغلات. تعالوا نفرجيكم. هاي هون توزيع غرف وما غرف وهيك. بالضبط. شوفوا هاي السجة شو حلوة. اي كمان هون كمان لها ذكريات وأسماء وقصص. رح نفرجيكم هون كمان في حركة كمان قاعدة يعني تاني. شوف المنظر كمان كتير حلو بجنن. هون كمان كمان في قاعدات هون. يعني وين ما رحتوا بتلاقوا في شغلات. شوفوا الورد. هاي انتم. ليك هاي الشجرة كمان طلع شلون نازلة هيك. كتير منظرها حلو على فكرة. جد حلوة. ايه سبحان الله. هاي شجرة تفاح، بستان كامل. تفاح وهيك شغلات، بس الأغلب تفاح. ايه الأكترية هون تفاح، وفي كمان فريز وفي توت زارعين. هاي الخريطة تبعيت المكان. اي هذا المكان اللي هون. شوفوا مناظر الأراضي قديش حلوة سبحان الله. هذيك مزرعة بقر. وهذا أبو ياسين الورد. هاي كلها زارعينها للدواب وما دواب. خذوا لقطة شاشة لأبو ياسين وبعتوا لي إياها على الانستغرام. شوفوا المناظر قديش حلوة والله العظيم، بتحسوا حالكم بسوريا. بتجنن. ليك على فكرة هذا شياد مكهرب. لا تلقوا. هذا الشياد مكهرب، امبارح تكهربت فيه ام ياسين. والله يا جماعة امبارح بنتي دخلت لهون، اجيت بستاولها وبالصدفة قمت لقيت الشريط هون. اقسم بالله سمعت صوت بكل داناتي انه عنده دانتين بس. بس شوفوا على المناظر هيك والله بتجنن. اي والله نحن صرنا 12 سنة ما شفنا هيك مناظر يعني. كتير حلو محبوسين والله. بالبيت، محبوسين بالبيت. اي والله. هاي انا ابو ياسين. وهاي كمان الدخل الثاني. مدخل ثاني هون. هلا نحن بنروح من هون على البيت. على الغرفة تبعيتنا طبعا. وهذا المبنى شيء 3 طوابق او 4 طوابق. ما تتضايقوا من الصوت تبع الشحاطة الله يعزكم. شوفوا هون في لعبة في شيء بتذكرها. هاي كنا نلعبها كثير. على فكرة كان عنا وحدة منها. ايه بسوريا كثير كنا نلعب فيها. هاي كمان من هون مدخل. وهون كمان توزيع غرف. وهذا مدخل ثالث رابع. ثالث يمكن. رابع. والله ايه صح. هون الغرف تبعيتنا نحن. هذا السرير لما بندخله على الغرفة بس بالليل. وهون الغرف كمان رح فرجيكم اياها بعدين.